الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحياتي إليكم وأتمنىكم بصحة وعافية جميعا أحبتي وإخوتي في الله في قناتنا الصغيرة هذه والمتواضعة. في خبر أكدته الجامعة الوطنية المغربية أن ملتمس الاستئناف التي رفعته الجزائر أو اتحاد العاصمة الجزائري إلى الكاف من أجل استئناف القرار الذي اتخذته الكاف بهزيمة اتحاد العاصمة 3-0 قد مني مرة أخرى بالرفض، وتأكيدا على أن النتيجة ستبقى 3-0. وهذا الخبر أكدته الجامعة الملكية اليوم بعد أن تم إبلاغها بالخبر. كذلك سيتم أيضا البحث في عقوبات ممكن ستنزل على فريق الاتحاد، عقوبات جديدة منتظرة ينتظرها فريق الاتحاد العاصمي الجزائري بعد أن تم حجز قمصان فريق نهضة بركان في الجزائر، ولم تلعب المباراة في وقتها المحدد لعدم وجود الملابس الرياضية لفريق نهضة بركان، مع العلم أن الفريق الجزائري والاتحادية الجزائري وفروا قمصانا غير القمصان المعتمدة لدى الكاف، وهذا ما تم رفضه جملة وتفصيلا من إداري فريق نهضة بركان احتجاجا على قلنا على حجز قمصانهم الرسميين الذين كانوا يلعبوا بهم منذ بداية البطولة. هذا الرفض جعل المندوب المباراة الإفريقي وكذلك الحكام لا يدخلون الملعب مع الفريق المغربي، وذلك ما أكدته الكاف وحسمت القرار التي اتخذته الكاف بهزيمة اتحاد الجزائر العاصمي ب3 أهداف مقابل لا شيء، حيث شدد البلاغ على أن الملف أحيل على اللجنة التأديبية كذلك قلنا للنظر في جميع ملابسات القضية، وممكن جدا، وهذا يعني تقريبا 80 إلى 90% ستكون هناك عقوبات قاسية تنتظر فريق الاتحاد العاصمي، وممكن أيضا يطال عقوبات حتى الاتحاد الجزائري أو الاتحادية الجزائرية لعقوبات قاسية ممكن ستنالها كذلك. جدير بالذكر أن اللجنة الاستئناف تضم كل من روري هاريمان من نيجيريا كرئيس للجنة، وكذلك واتيموتي ماسونغما من مالاوي عضوا، وموزيس إيكانغا من ناميبيا كعضو كذلك. هذو هما الثلاث الأساسيين في اللجنة، بالإضافة إلى الآخرين وهم 9 بالمجموع أو بالمجمل، هم 9 من لجنة الاستئناف. هذا والسلام عليكم وأتمنىكم دائما بخير. ألقاكم في فيديو آخر وشكرا لكم.